السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، يا أهلا وسهلا بكم. حابب النهاردة أصدمك وأكلمك عن الحقيقة اللي الكل بيخاف يتكلم عنها. في حاجة حضرتك في علم النفس الاجتماعي اسمها الصورة النمطية أو ستيريوتايبس. الصورة النمطية دي حضرتك هي عبارة عن فكرة منتشرة موروثة بيقوم الإنسان مننا بنعممها على كل أفراد الطبقة أو المجتمع. بمعنى ان عقلك ممكن يصور لك او يعمم على شعب كامل صفه تكون مربوطه بيهم في عقلك الباطن نتيجه عوامل كتير زي مثلا التكرار على سبيل المثال، فتتربط الصفه دي بالشعب كله. رحت ابريه واستغلوني واشتغلوني، ماشي. رحت ركبت تاكسي وطلب اكتر من الاجره بتاعته، ماشي. اجرت شقه وزود عليا في الايجار، كله ماشي. كل دي عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع الجميل، معلومات بيستقبلها المخ وبيحللها علشان في الاخر يطلع بنتيجه لا تقبل الشك. ومن ضمن الاسباب لتوريث الصفه او الفكره دي حضرتك هي الانطباع الاول عن المواطن اللي اتعاملت معاه. وانا قلت قبل كده في حلقات سابقه كل مواطن مننا يا جماعه في بلده هو سفير لبلده. يعني لو حضرتك سافرت اي بلد واتعاملت فيها حلو تبقى البلد جميله، تبقى الناس 10 على 10. طيب لو سافرت بلد واتعاملت فيها وحش والناس استغلوني تبقى بلد بنت 60 في 70 والناس كلها اولاد لذينه. فنتيجه لحاجه اسمها اللاوعي الجماعي ارتبطت الصوره اللي فلان كونها عن علان اللي له جنسيه ما مرتبطه بالشعب الفلاني. يعني على سبيل المثال هوليود لحد فتره قريبه كانت بتصور المصريين انهم عايشين في الصحراء وبيركبوا الجمال وياكلوا مش عارف ايه وبيعيشوا في الخيام، وده لان دي الصوره النمطيه اللي السياح هناك كونوها لكونهم كانوا بيجوا هنا يشوفوا الاهرامات والجمال ويروحوا سقاره والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. خد بالك برضو يا عزيزي المشاهد ان الكلام ده بينطبق علينا احنا كمان في تصوير الخليجي، انه بيسكر وبيدور على بنات وكلهم اثرياء. وده برضو نتيجة ان الفئة اللي هو اتعامل معاها هنا هي الفئة اللي كانت بتهرب من بلدها ايام ما كانت مقفولة علشان يجي هنا يسهر فين؟ في شارع الهرم. ايام ما كان شارع الهرم مرتع سياحي. ثم هنا في سؤال عاوزك ترد عليه. عمرك تخيلت خليجي فقير؟ ده راجل سواق التاكسي لما كان بيسمع كلمة هلا والله هلا كان بقه ده كان بيبتسم ويقول لك بس خلاص جبرت يا معلم. المهم عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع الجميل، انتقلت صورة المصري هناك انه نصاب او فقير وانها بلد الرقصات، برضو لنفس الاسباب اللي اتكلمنا عنها من شوية. لان الخليجي لما بيجي هنا بيتجه للمراقص والخمارات وبيأجر الشقق اللي مسموح فيها بالزيارات، فتتكون عنده الصورة النمطية ان البلد كلها كده، وهي مش كده بس هو شايفها كده. ده غير الفئة المصرية اللي بتشتغل هناك وبتثبت الصورة دي عننا للوعي الجماعي هناك إلا من رحم ربي. لكن عزيزي المشاهد، تفتكر هل الصورة دي صح؟ يعني أنا من خلال تعاملي الشخصي مع أبناء السعودية اللي هقيس عليه تعامل الناس كلها معاهم، لقيت إن في نوعين ملهمش تالت، يا إما مثقف ومتعلم ومتحضر وخدوم بشكل يخليك تتكسف من نفسك وانت بتتعامل معاه كده من اخلاقه، يا اما متاثر بالصوره النمطيه اللي شايفك دايما انسان درجه تانية، وده بيكون نتيجه للصوره النمطيه اللي واخدها عنك هناك. ده انا هطلع عينك، ده انا هرجع فلوسي كلها منك انت. والنوع ده عزيزي المشاهد قادر يكرهك في الشعب كله في البلد كلها. ونفس الكلام هناك لما السعودي بينزل مصر ويلاقي مصري بينصب على سواق، او بينصب قصدي انا اسف عليه، وسواق تاكسي بياخد اضعاف الاجره وواحد بيبيع له الحاجه باضعاف ثمنها، والكل بيحاول يستغله لانه حاطط في دماغه انه ساري عربي يبقى لازم يكون صوره اننا نصابين. دي بتكون صوره جماعيه كونها من خلال تجربه خاصه وفكره عامه. طيب تعالى دلوقتي، اول حاجه بتيجي في ذهن السعودي لما تقول له مصري هي انك وصولي ونصاب وفهلاوي ومجامل وبتقول يا باشا كتير، وانت شايفه شوال فلوس وانه مغفل ومعاه ملايين وسهل اننا نعمل عليه مصلحه او نعمل من وراه مصلحه وهكذا. يؤسفني عزيزي المشاهد اقول لك ان الكلام ده اتزرع فينا بالتدريج والتكرار لحد ما بقت حقيقه راسخه لا تقبل الشك، ان الشعب ده حرامي والشعب ده نصاب والشعب ده كسول والشعب ده كبسه والشعب ده فرنسي. وعشان كده مصيبه زي مصيبه الحج السنه دي في العقل الجماعي هناك
كلهم مقتنعين ان السبب فيها هم المصريين، اللي بالنسبة لهم هناك سواقين باصات وفقراء ومتسولين، وان اللي حصل هو جزاء من جنس العمل، وسبوبة ومادة تنفع فيلم كوميدي عن شخصية المصري اللي متعودين عليها هناك، اللي هي النصاب او الفهلوي. طيب تفتكر ليه الاخوة الفنانين والفنانات بيقبلوا الكلام ده عادي؟ نروح نعمل فيلم كوميدي عن المأساة اللي حصلت مش عارف ايه. هقول لك عزيزي المشاهد، بعيدا عن رأيي الشخصي ورأيك انت كمان، وحط تحت الكلمتين دولت 1000 خط. هقول تاني، بعيدا عن رأيي انا، انما انا هتكلم برأي من يتعاملون معهم، يعني هكلمك بدماغهم هم. انما المستشار بالنسبة للمتعاملين معاه من الوسط الفني، مش بالنسبة لي أنا، كله بيقول لا غبار عليه، شاب ذكي ودمه خفيف وبسيط ومتواضع على الرغم من ملايينه الكتير، مهتم بالفن وراجل وطني، وفاتح فرصة دايما للفنانين إنهم يعني يبدعوا بتمويل مفتوح وعلاقات ومقابل مادي عمرهم ما هيشوفوه في حياتهم تاني. ده انت يا راجل لو ممثل في مسرح وبتاخد مثلا 300 جنيه شاكب راكب كل حاجة، هناك هتاخد آلاف الدولارات، وهيجي لك كمان مخرج فيلم تايتانيك يعمل لك مسرحية وتحط شروطك كمان عزيزي المشاهد، وهتلاقيه قاعد وسطكوا كده وبيهزر مع ده ومع ده. يعني بصراحة مسؤول كمسؤول، يعني هو ناجح في تحويل الرياض لقبلة سياحية. اعتقد لو انت مكان اي فنان ويتعامل معاك بالشكل اللي بقولك عليه ده انت هتشيله ومش هتحبه، يعني هتشيله فوق راسك كده وتروح بيه على البيت. بالنسبة برضو للفنانين والشعب هناك، لان هوجة الانفتاح على الفنون الجديدة عليهم، فبيحترموا وبيقدروا قوي 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 الفنان، وبينبهروا بيه وبيحترموه. يعني انت عارف، ممكن عازف الكمان هنا في مصر ما يلاقيش غير شغل في مطعم بالتبس، لكن هناك لا، هناك هيتعامل معاملة الأمراء. فليه ما يحبوش الشغل هناك؟ ليه؟ قول لي انت ليه؟ الفكرة عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع الجميل اللي معرفش اديتنا لايك ولا لسه، انه قياسا على الشعب السعودي هو نجح في تحويل الصورة النمطية عن الساري العربي المغفل اللي بيجي هنا بيضحك عليه من العاملين بالنوادي الليلية الى فرصة فنية مش هتتكرر في عمرك كله. وقدر بكل مهارة انه يزرع الفكرة الجديدة في العقل اللاواعي عن الخليجي المتعلم المثقف اللي بلده بقت فرصة لنجوم العالم انهم يشتغلوا فيها، او ينالوا فرصة انهم يلفتوا نظره ويجيبهم يشتغلوا هناك. السؤال هنا بقى، احنا هنا بقى عملنا ايه؟ عملنا ايه علشان نغير الصورة النمطية المصرية دي؟ للأسف ولا اي حاجة، بل ان افعالنا بتثبت الصورة دي سواء هناك او هنا. ولنا في شركات السياحة المصرية في موسم الحج خير مثال. صورة مصر بالخارج بقت بالنسبة للسياح اننا نصابين نتيجة تجارب شخصية كونت صورة مش لطيفة. السايح بيمشي في منطقة الأهرامات يلاقي واحد بيقول له أصورك بالموبايل، يقول له أوكي، وبعدين يطلب منه فلوس. يلاقي واحد بيركبه له جمل ويطلب منه 100 يورو، وبيلاقي 1000 و1000 و1000 واحد بيرضيه. طب بالله عليكم تخيل معايا السايح ده بعد ما هيرجع بلده هيقول إيه عن مصر؟ فهمت حاجة؟ والسلام ختام. كان معكم أبو جلال.